الأمم المتحدة كل العالم مهتم بالوضع في الساحل، ولا يمكن أن نعالج القضايا الأمنية بمقاربات أمنية فقط. لا، يجب أن نربط هذه الأشياء كلها بالبعد الاقتصادي والتنمية البشرية. في هذه السياق تأتي المبادرة المغربية مهما كانت من عقبات ومهما كانت من مشاكل، دون أن ننسى أن المغرب يهيئ ل 2029 ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيكون نموذجا ثانيا لميناء طنجة المتوسط. وعندما نقول ميناء الداخلة الأطلسي ليس ميناء فقط لرسو السفن، بل فيه اللوجستيك، فيه تثمين البضائع التي ستأتي من دول الساحل، سواء عبر الطرق البرية سواء عبر الطائرات أو عبر بعض المنافذ البحرية. طيب دكتور سليمان شيخ حمدي، الخبير الأمني والاستراتيجي في منطقة الساحل والصحراء، ما تعليقك أنت على فكرة هذا المشروع المغربي الطموح لربط الساحل الإفريقي بالأطلسي، وماذا عن جدواه أيضا من وجهة نظرك؟ شكرا جزيلا أخي حكيمي، وشكرا على الدكتور عجلاوي. أعتقد أنه هذا المشروع يعتبر حلم فقط، يعني حلم بالنسبة للمغرب أن يستطيع أن يصدر صادراته عبر طريق بري ومنفذ بري يمر من حدوده الجنوبية باتجاه دول غرب افريقيا الحبيسه، وخاصه نتكلم عن مالي، بوركينا فاسو، النيجر. لكن الواقع يشي بانه هذا، او يقول ان هذا يظل حلم، لانه في النهايه اذا كنا نتكلم عن طريق بري سيربط مالي، بوركينا فاسو، النيجر بالمغرب، فإن نتكلم عن طريق سيمر عبر موريتانيا او يذهب جنوبا بعيدا ليمر عبر السنغال. هذا واقعيا فقط. أما من حيث البعد الاقتصادي هنالك طبعا العقبة الموريتانية، إذا كنا أراد المغرب أن يمر بهذا الطريق من موريتانيا، فإن ميناء نواكشوط، ميناء شلصلاق نواكشوط الذي تستخدمه الآن الدول لفك عزلتها سوف يصبح بلا جدوى. أعتقد أنه عدم حضور موريتانيا إلى أول اجتماع ناقشت في هذه الفكرة يوحي بموقف موريتانيا من هذا المشروع. أعتقد أنه مشكلة المشروع ليست فقط في أنه طموح اقتصاديا مثل الأنبوب أو مثل غيره لكن هنالك على الأرض وقائع يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. هنالك منطقة اسمها منطقة الساحل الإفريقي تشهد الآن منعرشا كبيرا. نحن لا نتكلم عن مال التي تحتلها فرنسا والتي كانت ضمن يعني المجال الفرنسي، والمغرب اللي ضمن المجال الفرنسي. نتكلم عن مالي وقد ارتمت في أحضان روسيا. نتكلم عن مال التي تحوطها الجماعات الإرهابية من كل مكان. نتكلم عن منطقة، عن بؤر التوتر. لا يمكن يعني أن نتكلم عن الاقتصاد بهذه الطريقة فقط قبل أن نسوي المشكلة السياسية في هذه المناطق. لذلك أعتقد أنه هذا يعتبر إذا أفرغناه من شحنته السياسية لا يبقى له أي أثر على الساحة، ذلك أنه فقط يعتبر يعني أداة سياسية من الأدوات التي المغرب تحاول المغرب أن تلعب بها من خلال في هذه المنطقة كأي أداة أخرى. لا أعتقد أنه دول مطلة على المنطقة كالجزائر أو موريتانيا التي من ضمن الطوق الغرب إفريقي لن تسمح بهكذا يعني طريق إلا في إطار مصالحات كبيرة وآفاق كبيرة. أعتقد أنه إذا كان المغرب العربي فشل في أن يقدم نموذجا في طرق برية لهذه الدول، أعتقد أنه هذا المشروع سوف يكون أدعى للفشل إلا إذا استبعدت منه موريتانيا، وأعتقد أنه إذا استبعدت منه موريتانيا سوف يكون عديم الجدوى. إذن لا أعتقد أن هذا إلا سيظل حلما إذا لم يتم المرور لهذه المشاكل واحدة. فقط تنوه أن فرنسا كانت في مالي عبر تفويض عسكري من سلطات البلاد لمحاربة الإرهاب. بعود إلى ضيفي الدكتور المساوي العجلاوي، الأستاذ الباحث في مركز أفريقيا والشرق الأوسط للدراسات. ضيفي في الجانب المقابل يتحدث عن حلم فقط، وآخرون يتحدثون عن أنه حمال لشحنة سياسية. وهذا ما يقودني لسؤالك دكتور العجلاوي، ما هي أبرز، هل تتفق مع ضيفي أولا أم لا، وما هي أبرز العقبات التي قد تحول من وجهة نظرك دون تطبيق هذا المشروع، وهل المملكة قادرة فعلا على تذليل هذه العقبات؟ لا، أقول للأستاذ حمدي أن المشاريع الكبرى تبدأ بحلم وتتحقق بعد ذلك. أقول أيضا أن المغرب موجود عمليا بشبكة طرق مهمة تمر من
تمر عبر الجرجرات إلى نواكشوط، ومن نواكشوط إلى باماكو، وهي القاعدة التي تتجه منها التجارة المغربية. آلاف شاحنات تمر من هذه الطريق، فإذا هناك شبكة طرقية قائمة الآن، وموريتانيا جزء من هذه الشبكة، وإلا أقفلت حدودها في التجارة المغربية نحو هذه الدول. ثانيا، أن بعد إطلاق مبادرة الساحل فتح الواجهة الأطلسية لدول الساحل، كان هناك اجتماع ما بين وزراء خارجية دول الساحل، وأقول عندما أقول دول الساحل أعني بها تحالف دول الساحل الحالية الثلاثة، مالي وبوركينا فاسو والنيجر زائد التشاد. كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية، وكان هناك استقبال الملك محمد السادس لوزراء الخارجية في شهر ماي الماضي، وكان هناك اجتماع للجان. فإذا هناك عمل ميداني يومي لتحقيق هذا الحلم الذي تحدث عنه سي حمدي. لكن الفكرة ليس فقط هي استغلال سياسي كما يريد بعض أن يروج له خصوم المغرب. أقول هنا أنه في أرشيف الأمم المتحدة هناك رسالة من الملك الحسن الثاني إلى رئيس ليبيريا حينها في غشت 1979. كان ويليام طولبير رئيس منظمة الوحدة الإفريقية، وأرسل له الملك الحسن الثاني رسالة من 3 صفحات لنفس الفكرة، أي كيفية تحويل وفتح الواجهة الأطلسية لدول الساحل في إطار ما يناقش سواء داخل منظمة الوحدة الإفريقية أو ما يناقش الآن داخل الاتحاد الإفريقي. لا يجب أن ننسى ما وافقت عليه أكثر من 23 دولة داخل الاتحاد الإفريقي من منطقة التجارة الحرة. التجارة الحرة معناها فتح الحدود لكل البضائع والحرية التنقل للأشخاص، وهذه الرسالة أيضا موجودة كذلك في أرشيف الأمم المتحدة عندما أعاد الحسن الثاني الفكرة على كورد فالدهايم في أكتوبر 1979. فإذا نحن لسنا بصدد البحث عن تحقيق حلم، هناك امتداد لما يقع الآن، ما يوجد الآن على أرض الواقع. مسألة الموانئ، لا أعتقد أن ميناء نواكشوط، وأنا أعرفه جيدا، أنه يفي في ظل الظروف وإمكانياته الحالية أن يقوم بما سيقوم به دور الداخل الأطلسي الذي ميزانيته تفوق 1.5 مليار من الأورو، وأنه تفضلتم في فرانس 24 بإنجاز تحقيق حول هذا المشروع. الميناء الداخل الأطلسي سيتيح المجال للبضائع سواء القادمة من نواكشوط أو من بوركينا فاسو أو من مالي أو من نيجر أو تشاد أو دول أخرى بحال غينيا كوناكري أن تتمن هذه البضائع. عندما تأتي الآن الميناء طنجة المتوسط، مطلوب من جميع الشركات ومن جميع الدول، لأن البضائع عندما ترسو في ميناء طنجة فإنها تأخذ أبعاد وتتمينا جديدا. هذه هي الفكرة، هو خلق منطقة جيو سياسية جيو اقتصادية، والهدف الأساس هو ربط التنمية بالأمن. والمغرب يأمن في سياسته الخارجية دون وجل دون تردد بأن مسألة التنمية الاقتصادية مرتبطة بالأمن والاستقرار، وهذا في صالح موريتانيا. أختم فقط هذه الفكرة الله يخليك سي حكيم، بأن موريتانيا الآن في إطار التحولات الجيوسياسية، في إطار تحركات الجماعات الجهادية، في إطار أيضا الاستغلال هذه السنة لحقول الغاز والبترول مع السنغال، والسنغال حليف للمغرب، أن تصدير هذه الثروات لا يمكن إلا أن يمر عبر المغرب. فمن مصلحة موريتانيا انطلاقا من ما يجري الآن، وزيارة الرئيس والغزواني مؤخرا المغرب خير دليل على ذلك. إذن ما فهمت أنه ليس حلما بل هو واقع، يقول لك ضيفي دكتور سليمان شيخ حمدي، بل يعتبر واقعا. ليست هناك عقبات لوجستية يقول ضيفي أيضا، وأود أتحدث أيضا عن الإشكالات ربما
مسألة الأمن والاستقرار مسألتان مهمتان بالنسبة لهذه المنطقة وتحديدا لهذا المشروع، لك أن تعقب على ما ذهب إليه، ولكن في ظل الأوضاع التي تعيشها منطقة الساحل بعيدا عن الإشكالات اللوجستية، أيضا في ظل هذه ربما الأوضاع التي تعيشها المنطقة، في ظل الخلافات الجزائرية المغربية لا سيما حتى حول الصحراء الغربية، أود أن أسألك كيف ترقب الأمر؟ ما هي الصعوبات والتحديات الرئيسية التي يجب على المغرب أن يأخذها بعين الاختبار في منطقة تعاني حقيقة من العمليات الجهادية؟ دكتور سليمان شيخ حمدي. أعتقد أنه أول هذه النقاط التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أنه منطقة الداخلة هي منطقة من الصحراء الغربية المتنازع عليها، حتى الآن لا تعتبر أرض مغربية في القانون الدولي. إذا كانت السفن الأوروبية لا تستطيع أن تصيد في المياه الصحراوية بشكل عفوي بشكل طبيعي، لا تستطيع أن تستخرج ثروات الباطن في باطن الصحراء بشكل طبيعي. المحكمة الأوروبية أفتت بأن الاستثمار في الصحراء الغربية مخالف للقانون الدولي. إذا نحن نتكلم عن حلم وجود ميناء في الداخل. أعتقد أنه هذا يعني يعتبر نوع من القفز أو وضع العربة قبل القطار قبل القطار. لذلك أعتقد أنه إذا لم تحل مشكلة الصحراء الغربية ويتم فيها استفتاء كما أرادت الأمم المتحدة، فإنه لا يمكن أن نتصور هنالك وجود ميناء لا مغربي ولا جزائري في هذه المنطقة. لذلك أعتقد أنه هنالك إشكالية حقيقية وأزمة حقيقية. هنالك منطقة متنازع عليها تعرف بالصحراء الغربية، لا بد أن تحل مشكلة هذه المنطقة كما القانون الدولي. لذلك ليس من الحصافة ولا من الحكمة أن تقوم هذه الدول مالي وبوركينا فاسو أو حتى دول أخرى الإمارات وإسرائيل وغيرها من تستثمر في ميناء الداخل وهو متنازع عليه ولم ترسو بعد سفنه على البر كما يقال. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أنه إذا أخذنا الخطوة من الناحية السياسية أو من الناحية السياسية نجد أنه هنالك جيران للمغرب لا يريدون هذا التوسع الغير محسوب. إذا كانت موريتانيا صحيح الشاحنات المغربية تمر عبر موريتانيا، لكن هل تمر كما يريد المغرب أم كما تريد موريتانيا؟ إذا كانت تمر كما تريد موريتانيا وفي الغالب يتم إغلاق هذا المعبر بطريقة أو بأخرى، معبر القرقرات يتم إغلاقه بين فينة وأخرى لسبب توترات بين العلاقة بين المغرب وموريتانيا. هل يريد هؤلاء الأفارقة أن تتعرض سفنهم وبضائعهم لنفس الإغلاق ويغامرون مغامرة مثل هذا بتوجيهها نحو ميناء لم يعرف حتى الآن هل سيكون، ومعبر لا يعرف هل يفتح أم لا؟ أعتقد أنه هذا يعني ذر لرماد في العيون. القضية أكبر من هذا. هنالك أزمة أمنية كبيرة مالي التي تتكلم عنها والتي تعتبر هي أقرب منطقة من الساحل للمغرب تعيش أزمة سياسية حقيقية، أزمة أمنية. إذا كنا نرى أنه والكل يعرف أنه باماكو العاصمة المالية كانت لديها 3 طرق دولية، طريق باتجاه النيجر وطريق باتجاه بوركينا فاسو وكلها سيطرت عليها الجماعات الإرهابية. الطريق الثالث كان باتجاه نواكشوط والآن سيطرت عليه جبهة ماسينا. إذا حتى باماكو نفسها محاصرة بالجماعات الإرهابية. إذا كيف يريد المغرب وتريد هذه الدول أن تقفز على كل هذا الواقع وتفتح طريق بري إلى باتجاه هذا؟ ناهيك عن أن الجزائر أيضا دولة لديها أيضا سياساتها لديها. هل تريد من الجزائر أن تترك، وهذا طبعا تحليل، الهلال المغربي يتمدد باتجاه بوركينا فاسو ومالي والنيجر وهي تنظر هكذا؟ يعني أعتقد أنه هنالك تشعبات كبيرة في هذا. روسيا أيضا التي سوف ترى البساط ينسحب من تحت باتجاه دول أخرى، المغرب، إسرائيل، الإمارات، فرنسا، الولايات الأمريكية. يعني هذه أعتقدها ألغام أكثر مما يمكن أن نحلله. كيف يمكن للمغرب، يسأل ضيفي، أن يقفز على كل ذلك ملف الصحراء الغربية في غياب حل متفاوض عليه؟ الخلاف الجزائري المغربي دكتور، والأزمة الأمنية، ومسألة الوجود الروسي في المنطقة دكتور مساوي العجاوي، كلها عقبات قد تحول دون تحقيق هذا الحلم كما يقول ضيفي. لا، طرح ضيفك من نواكشوط طرح متشائم وغير مطابق للواقع. أذكره فقط بأنه يوميا تمر آلاف الشاحنات من معبر القرقرات نحو نواكشوط ومن نواكشوط نحو باماكو. وقضية الحركات الجهادية ليست وليدة اليوم، هي موجودة منذ العام 2012، ومع ذلك هناك حركات تجارية كبيرة. أقول أيضا أن الميناء الداخلة الأطلسي هو ميناء واقعي، وسيكون الآن 38%
من نسبة إنجازه. وفرانس 24 أنجزت روبورتاجا خاصا بهذا الميناء. هذا الميناء أهميته ستكون تجارية قوية، سترفع الثقل نسبيا عن معبر القرقرات، لأن هذا الميناء لن يكون فقط قاعدة لوجستيكية لتثمين البضائع الآتية من دول الساحل، بل أيضا هي ستكون مرتبطة بموانئ دكار، غينيا، كوناكري، ويتحدث ربما عن إشكالات قانونية غينيا في ظل عدم التوصل لحل النزاع متفاوض عليها. دكتور، أنت فهمت قصده؟ لا شوف، بالنسبة إلينا نحن في المغرب في صحرائه بصفة قانونية وفق القرار 1514 المادة 6 و7، ووفق المبدأ 4 و6 و11 من القرار 1541 المؤطر 1514. ثانيا، هناك توجه دولي نحو الحل السياسي في إطار مبادرة الحكم الذاتي. هل دولة مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وربما سنة قادما الصين وروسيا تجتمع حول الحل السياسي ومبادرة الحكم الذاتي لحل هذا النزاع الإقليمي؟ نحن في المغرب بالنسبة إلينا لا نناقش على مغربية الصحراء، نناقش على نزاع إقليمي فيه أطراف متعددة على رأسها الجزائر. وطرح ضيفك من نواكشوط يسير في اتجاه الطرح الجزائري الذي لا يريد أن تكون هناك مجال جيوسياسي قائم بذاته فيه تعاون جنوب. لا يجب أن ننسى ما وقع منذ 3 سنوات من انقلابات عسكرية في النيجر في بوركينا فاسو وفي مالي. هناك مسألة كبيرة جدا نناقشها سواء على مستوى اللقاءات العلمية في هذه الدول، سواء على مجالات البحث داخل هيئات الأمم المتحدة، أن الإشكال كبير في القارة الأفريقية وبالخصوص في منطقة الساحل والصحراء، والإشكال بين الانسجام بين الدولة والأمة إيتا ناسيون. فالآن ما يجري هو رغم لماذا هذه الانقلابات لها هذه الشعبية، لماذا لأول مرة مالي تصل إلى الحدود الجزائرية المالية؟ لماذا هذه الأشياء كلها؟ أعتقد يجب أن نكون متفائلين، وأن القانون الدولي هناك دول داخل الأمم المتحدة والجميع أنه يقوم بمراقبة هذا القانون. لدي دقيقة واحدة، هذا ما تبقى لي. كنت قد بدأت معك الدكتور مساوي العجلاوي، أختم مع الدكتور سليمان شيخ حمدي في دقيقة أو حتى أقل لو سمحت لك كلمة الختام تعقب على ما ذهب إليه ضيفي، ونختم معكم هذه الحلقة. أعتقد أنه ختام هذا الموضوع هو أنه يبقى في موضوع تفاؤل مغربي بأن تنحل هذه الأزمات. نحن لم يقدم لنا المغرب حلا لقضية الصحراء الغربية، لم يقدم حلا للأزمة الأمنية التي تعيشها مالي ولا تعيشها البلدان، لم يقدم حلا، الضيف المغربي يقدم حلا لروسيا والتواجد الروسي ولا التخوف الجزائري ولا الموريتاني من هذه المنطقة. إذا نرجع إلى النقطة التي بدأنا منها، وهي أنه حلم نتمنى أن يتحقق في ظل السلام يعم كل المنطقة. أشكركم جزيل الشكر. من رباط دكتور المساوي العجلاوي الأستاذ والباحث في مركز أفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، وكل شكر جزيل لك. من نواكشوط الدكتور سليمان شيخ حمدي الخبير الأمني والاستراتيجي في منطقة الساحل والصحراء ومدير مركز رؤية للدراسات، كنتما معنا في فقرة وجها لوجه.